أنا الآن في حي هذا الرجل الذي توفيت زوجته. قال لي: تزوجتها من 10 سنوات وأحبها من كل قلبي لأنها لم تغضبني يوما واحدا. كانا كافرين فأسلمت على يده فتزوجها. قال لي: حسن إسلامها جدا وكانت صوامة قوامة. قال لي: كنت أخاف أن تدعو الله علي إذا أنا ظلمتها، فكنت أراعي الله فيها. سأقص لكم خبرها من النهاية ثم أعطيكم البداية. قبل 3 أيام تقريبا فقدت عقلها تماما، حتى إنها تمر بجوار أطفالها وهم يبكون فلا تبالي بهم أبدا. رضيعها عمره 9 أشهر ولا تلتفت إليه البتة. كانت تهدي ولا تتكلم إلا ب4 كلمات: الجنة وما أعده الله عز وجل فيها، والصلاة، وسامحني، وأوصيك بصغاري خيرا. وبالأمس فتحت نافذة دارها من الدور الثالث فألقت نفسها منها فسقطت على سيارة، ومن سيارة على الأرض. ذهبوا بها المستشفى فحصوها 5 فحوصات ليس بها شيء أبدا. يقول في الطريق عاد إليها عقلها فكانت توصيني بالأولاد وتقول لي: سامحني سامحني سامحني، فأقول لها: ما أخطأتي، ولو أخطأتي لسامحت. وصلوا إلى المستشفى، دخلت، أجروا لها الأشعة والفحوصات 5 مرات، ليس بها أي بأس، أي كسر، أي جرح، أي خدش، لم تخرج منها أي قطرة دم على الإطلاق. في صباح هذا اليوم توقف قلبها. أنعشوها مرة، مرتين، 3، لم يحدث شيء. توفيت عن زوج وبنتين وولدين. أما بداية قصة هذا الرجل مع زوجته فطويلة جدا. عندما حكاها لي دونتها بدموعي وكتبتها بدم قلبي. سأنزلها لكم إن شاء الله. والله السبب كان لأنها امرأة قوامة. كانت تصلي في الليل وأنا نائم، فتقول لي في السجدة الأخيرة وهي تتشهد كذا فجأة ظهر شيء كذا قدامه. جميل. أراد أن يقلقها هي. وهي تقاوم، ثم فرت، خرجت من البيت ووجدني في المكتب هنا. جميل. وأنا هدأتها وقرأت عليها القرآن إلى أن هدأت. جميل. ثم تمر الأيام، تخف العقل، تبدأ المشاكل إلى آخر يوم قبل وفاتها. يعني ذهب العقل بكاملها، ما لا تتعرف على أبنائها، لا تتكلم عن الجنة والقرآن والجنة فردوس وسامحني يا زوجي وهذه الأشياء. الأبناء لا تتعرف على الأبناء، لا سيما الرضيع أبدا. 9 أشهر. الرضيع 9 ممكن يبكي قدامه وهي ممكن تمشي عليها كذا ولا تعرف. سبحان الله. أبناؤك الآن أين هم؟ كثير يعني يسألون عن الأبناء. يعني والله تركتهم عند أحد الإخوة في ليلة الحادث. اتصلت عليه. وهو طالب مع زوجته. تركت لهم الأولاد وأنا أعتني بأمور تجهيز الدفن للزوجة، الأوراق بين المستشفيات والشرطة. وفي الليل قبل أن أنام أمر بهذا الأخ، أراهم، أطمئن عليهم. هكذا الموقف صعب. يعني كلما أدخل عليهم أول سؤال: أبويا وين أمي، وين الوالدة، وين تركتها؟ فأنا ما أجد جواب. أجلس معهم نص ساعة، 45 دقيقة، ثم أرجع إلى البيت. هكذا بالدوام. ويسألون عن أمهم. أول سؤال يسأل لما أدخل، أول سؤال: أبويا وين أمي، وين ماما؟ لا إله إلا الله. لا يعلمون أنها ماتت. لا ما ولا يفهمون ما هو الموت أصلا. لا، الكبيرة قد تفهم، هي 8 سنوات كذا 7 هي تفهم عاقلة. طيب شيخنا، ما هي الإجراءات التي تمت، الإجراءات الرسمية في موضوعك الآن؟ والله أنا سخر لي الله رجل نقيب اسمه عناد الحربي. في شرطة العوالي. رجل يساوي 1000 رجل ما شاء الله. فسبحان الرجل سخر الله للرجل، فيقوم بإجراءاته كل. إذا احتاج إلى ورقة أو أي شيء يأخذ بنفسه، يصعد ويجلس وينزل وأنا جالس، ويحطني في مكتبه ويعطيني القهوة والشاي ويقول لي: بالله عليك يعجب. هذا عناد النقيب، اسمه عناد الحربي. هذا عناد الحربي. الله يحفظه. ما تعرفه من قبل أبدا؟ أول مرة تعرفه الآن؟ أول مرة التقيت به. وضعك في مكتبه وقال لك اجلس، والقهوة والشاي والتمر، وهو اللي يصعد وينزل، وهو يقوم في المعاملة ويتصل وأخذك بسيارته إلى مستشفى الدار ثم إلى. ادعوا له يا جماعة، ادعوا له بالله. شيخنا، متى ستكون الصلاة على زوجتك؟ إن شاء الله. والله ناوي أن يكون بكرة بإذن الله بعد المغرب. إن شاء الله. باقي لي بس ورقة الإذن من الادعاء العام، فإذا حصلت على الورقة هذه، على هذا الإذن، فنرجع للشرطة ونأخذ التقرير، نسلم الجثة رحمة الله عليها. آمين. وإلى البقاء.